المفروض السوق تتكيف. السوق وقت الحار ما مش تدشين انت تختنقين وتطيحين من كثرة الحرارة. انت تعرفين ناس اعمارهم على 70 سنة، ناس 80 سنة ما يقدرون يدشون الاسواق من الحرارة. هاي المفروض السوق يكيفونها. الحمالية يحطون اوادم مخصصة. المفروض البلدية تسوي قائمة ويعرفون بروحهم هذا فلان وعلان وهالكذي معروفه. اما كل واحد من جدع في العالم ما يصير. خدمات سيئة، يعني ما نشوف اي خدمات، لا باركات. عزك الله حتى مثلا عندنا الشياب هني مثلا اكثرهم فيهم سكري، ما في حمامات. الارضيه الزحمه، الناس يعني المكان ضيق، ما في مراقبه من البلديه نهائيا. ومثل ما تشوفين العمال بجواريهم يدعمون في الزباين، واكثرهم الحين قدامك وانت بتشوفينهم الحين داعمين لهم احد. الباركنات شوي صعوبه نحصل باركنات. النظافه مو بذاك الزود، يعني الحمامات مره مو نظاف مره. والله ساعه ادور بارك، هذاك الاسبوع رحت هناك البارك البراني مال المجمع. شو تسوي يا اختي؟ الواحد ما له يصبر بعد شو تسوي؟ هاي اللي قبل في نعيم رحت، والله رحت في نعيم. انت ماشي من هنا؟ والله ماشي من هنا، وياي زوجتي هالاسبوع قبل الحين 4 ايام انا جيت، والله واقف وين المجمع؟ الباصات كلها داير دوار موجوده، وين توقف؟ يوميا ها؟ والله شيء يشرح القلب. ها؟ واحنا بالميوه القديمه يعني تشوف اصدقاء ما شفتهم من زمان، تشوفوا بالسوق على عين كم عمره 72 سنه، عشان شفتوا هذه الامور من قبل الحين 40 سنه عادي. هاي نفس الشيء. لا ما في من تقريبا الثمانينات على حسب سني، يعني من الثمانينات انا كنت متعود اجي. من يوم كانوا يقعدون برا، من يوم صوب رامز كنت اجي بعد. لا والله يعني بالعكس، هو ديك الايام شوي اقل البضاعه، الحين اكثر. يعني المفروض الفراشات تتنظم حسب يعني مستوى البلد. يعني مثلا الرك مال الفرشه مو منظم، الفواكه مو منظمه. بعد الارضيات الرجاء من الدوله، يعني المسؤولين القائمين على هذه البلديات، الرجاء النظر للارضيات العامه في الاماكن المركزي، السوق المركزي، لان فيها كراكنج واجد صاير، وفيها وايام الامطار الناس تزدحم، يعني المطر يفوض عليهم وهاللون. نحتاج الحين باركات ما في باركات، يعني الباركات كلش ما يلحق واحد يوقف يلمر وسجل على مخالفه، يعني المخالفه 20 دينار وجا بيشتري بدينارين يغرمونه بعد 20 دينار، لان ما في باركات حق السوق المركزي. وبالنسبه في تكرمين الحمامات يعني ما في نظافه.